عاوزين نبطل نغلف الامور. يعني ما يبقاش انت قليل الذوق وتيجي تقول لي ده تكنيك، ده اتيكيت، ده كده الشغل الاحترافي. عاوزين نبطل نغلف الامور، عاوزين نسمي الامور بمسمياتها. انا قليل الذوق هقول انا قليل الذوق، مش هقول ده تكنيك بستعمله علشان اقيس بيه اذا كنت بتعرف تشتغل تحت ضغط ولا لا. المهلبيه دي كلها ارميها على جنب، كنت تقول انا قليل الذوق. الله، اختصار تلخيص. يعني انت زعلان ان في واحد هتين كرامته سابك ومشي؟ امال لو كان رد عليك؟ يعني الراجل في قمه الهدوء النفسي وفي قمه ده، في قمه الايموشنال ستيبل. ده التعريف بتاع الايموشنال ستيبل. واحد هينته راح سابك ومشي، ما رضاش حتى يسيء ليك ويرد عليك. هو ده الشخص الايموشنال ستيبل، هو ده الشخص اللي بيعرف يتعامل تحت الضغط. ودي تاني حلقه من برنامج بسجل اعتراضي اللي بيقدمه عبد الله وهيدي، بيكتبه عبد الله وهيدي، بيمنتجه عبد الله. في الحلقه الثانيه من بسجل اعتراضي انا عبد الله وهيدي، وجاي اعترض على فكره الانترفيوز او الانترفيوهات اللي بيكون فيها اتش ار شايف ان هو بيستعمل تكنيكس احترافيه علشان يقيم هل انت هتعرف تشتغل تحت ضغط او لا، وبيبدا يختبرك ويحطك تحت اختبارات نفسيه من وجهه نظره برضه، قال ان دي اختبارات احترافيه. الحقيقه انا شفت فيديو لحد يعني المفروض ان هو كان بيعمل انترفيو لحد جاي يتقدم على وظيفه في الشركه. الشخص اللي مقدم على الوظيفه ده دخل، والمفروض ان هو قعد من غير ما الاتش ار يقول له اقعد. فساعتها الاتش ار ضغط عليه وبطريقه اجريسيف، قال له انت قعدت ليه؟ وانت قعدت ليه؟ انا قلت لك اقعد. فالمهم يعني ان الشخص اللي بيقدم على الوظيفه ده مشي. وطبعا الاتش ار هنا شايف ان هو غلط، وان ده كده ما يقدرش يتعامل مع الضغط، وان ده كده مش ايموشنال ستيبل، وان مش هي دي الاحترافيه. فانا النهارده جاي بصراحه اعترض على الافكار دي، وجاي بدايه كده في اول الفيديو برضو بقول ان انا مش بعمم، انا ضد التعميم وضد التنميط، وما بقولش ان كل الاتش ارز كده، ما بقولش ان كل الاتش ار بتستعمل الاساليب للاسف الركيكه دي في ان هي تحدد اذا كان فعلا الشخص ده قادر ان هو يشتغل تحت ضغط او لا. ولكن احنا بنتكلم على الفئه اللي ما زالت بتستعمل هذه الاساليب الرخيصه. طيب مبدئيا كده في فرق بين ان انا احطك تحت ضغط نفسي وان انا اهينك. في فرق بين الضغط النفسي والاهانه الشخصيه. لما انا ابقى داخل اعمل انترفيو واقعد عشان ده الطبيعي، عشان في كرسي المفروض ان انا هقعد، اكيد مش هتعملي انترفيو وانا واقف، وده اللي اي بني ادم عاقل ومنطقي هيشوفه. واقعد ما ينفعش تقول لي هو انت قعدت ليه. دي للاسف اهانه شخصيه مش ضغط نفسي. انت كده مش بتختبر هل الشخص ده هيقدر يتعامل مع ضغوط الشغل ولا لا. انت كده بتختبر هل الشخص ده هيقبل يتهان ولا لا. هل الشخص ده لو كاستمر او كلاينت او عميل اهانه هيعمل ايه. وهنا مشكلتنا مش مع ازاي انت بتهندل العميل، ولكن مشكلتنا مع هل انت عاوز حد يتهان من العميل. هل انت عاوز حد يتهان من العميل؟ هل هتقبل ده؟ هل انت كمانجر في شركه هتقبل ان التيم بتاعك، ان واحد من التيم بتاعك، وانت المفروض ليدر، وان اهم حاجه في المانجمنت الليدرشيب، وان ازاي تكون مانجر وليدر في نفس الوقت، وان الناس اللي شغاله في الشركه دي او الناس اللي شغاله معاك دول التيم بتاعك، هل انت هتقبل ان حد منهم كاستمر او عميل مثلا يهينه او يشتمه او يتعامل معاه بشكل مش كويس؟ هل انت هتقبل ده على نفسك؟ ولا انت جايب ناس توظفهم تقبل الكلام ده وتحطهم في وش المدفع، لكن انت تقبل الكلام ده على نفسك؟ طيب مثال بسيط للتوضيح. المثال ده فيه 3 اشخاص، حمص وحمو وايمن بيتفرج على الموقف اللي بيحصل بين حمص وحمو. حمص شتم حمو، حمص شتم حمو، حمو اتضايق. حمص شتم حمو، حمو اتضايق، منطقي. حمو اتضايق، وشه احمر، اتنرفز شويه، لكن لسه ما خدش اكشن ضد حمص. هنا اتدخل ايمن اللي بيتفرج على حمص وحمو بيشتموا بعض. لا، هم حمو ما شتمش، خد بالك ماشي. ايمن اللي بيتفرج اتدخل، ساب حمص اللي شتم حمو. خد بالك، ساب حمص اللي شتم حمو، راح لحمو قال له يا حمو انت ليه وشك احمر؟ حمو انت ليه متضايق؟ حمو انت ليه متنرفز؟ حمو انت ليه متعصب يا حمو؟ فاهم؟ وساب حمص اللي شتم حمو، مع انه المفروض هو يروح يقول له حمص انت ليه شتمت حمو؟ ده غلط، دي قله ذوق.
انت كده اهنت حمو. لا، هو راح يقول لحمو انت ليه متضايق يا حمو، انت ليه متضايق يا حمو، المفروض يكون عندك يا حمو ذكاء اجتماعي، المفروض تكون بتتحمل الضغط يا حمو، المفروض يكون عندك ذكاء عاطفي يا حمو، المفروض تكون ايموشنال ستيبل يا حمو. وحمو يا حمو، رمضان كريم يا حمو. بس فانت فهمت الفكره. احنا بنسيب صلب الموضوع ونقعد بنهري في حاجات تانية ملهاش لازمه. كان المفروض نمسك حمص نشوف هو حمص ليه بيهين الناس، مش نمسك حمو نشوف حمو ليه ما بيتعاملش كويس مع موقف الاهانه. طب ما بلاش اهانه من الاول يا حمص ومحدش هيتضايق. الحد اللي جاي يقدم على شغل ده الحقيقه ان هو مش جاي يشحت الوظيفه منك، الحقيقه ان هو هيديك قوه عمل، هو مش بيبيع لك نفسه. الحقيقه ان هو هيديك قوه عمل، هيديك شغل تكنيكال كويس قوي المفروض، هتديله مقابل قدام الشغل ده، وهو بيديك حاجه قدام الفلوس اللي انت بتديها له. اذا انت مش مسموح لك تجيبه، مش مسموح لك تتدخل في خصوصيات، انت مستني تاخد منه الشغل بكواليتي معينه، مستني منه بيرفورمانس معين، انت مش جايبه تستعبده. الموظفين دول لو حاسس ان انت بتعاملهم من فوق وبتعاملهم بفوقيه، الناس دي لو مشيت والناس الحقيقيه فيهم بجد اللي بتفهم لو مشيت، الحقيقه ان انت اللي هتقع، وهم هيلاقوا المكان اللي هيشتغلوا فيه وهيتقدروا فيه، وهيلاقوا الناس اللي بتعاملهم كتيم فعلا، مش كحد باصص عليهم من فوق وان هم اقل منه او ان هم شغالين عنده او ان هم مش بيشاركوه النجاح بتاعه ده. طيب هو انا لما اكون اكتشفت ان بيئه العمل دي من الانترفيو بيئه ممكن يكون فيها اهانه، وبيئه ممكن تكون توكسيك، وبيئه ممكن تتعبني نفسيا، هل المفروض ان انا اكمل؟ هل المفروض ان انا اكمل في الشغل ده، ولا ان انا اصلا الحق نفسي من الاول واهرب؟ هو ده الطبيعي. والا لما اكمل بقى، هل هيصرفوا لي بدل علاج نفسي ولا ايه، زي بدل السكن كده، هيصرفوا لي بدل علاج نفسي مع المرتب، ولا هشيل انا الليله لوحدي وهشيلها تحت عنوان ورك اندر بريشر؟ هل الطريقه دي او هل الاختبار ده او انك تحطه تحت الضغط ده مثلا هو ده اللي هيحدد لك اذا كان، لو هو وافق مثلا او هو ما اعترضش وقال لك انا اسف معلش انا قعدت من غير ما حضرتك تقول لي، هو ده الموقف اللي هيعرفك الشخص ده هيقدر يتحمل الضغط ولا لا؟ بالعكس، ده لو شخص وافقك في موقف زي ده وقال لك معلش انا قعدت من غير ما انت تقول لي مثلا او كده، وتقبل الاهانه على نفسه في موقف زي ده، الحقيقه ان ده علامه ان الشخص ده جبان، مش علامه ان الشخص ده بيعرف يشتغل تحت ضغط. بالعكس، ده هو ده الشخص اللي مش هيعرف يعمل لك ديلز، هو ده الشخص اللي هيكون جبان برضه يعمل ديل، مستني منك اللي هو اعمل كذا وما تعملش. هو ده الشخص اللي مش عارف ياخد الريسك، مش هو ده الشخص المبادر، ده شخص سلبي. الحقيقه انا شايف بقى ان الشطاره بجد والنضج والذكاء الاجتماعي والذكاء العاطفي وانت راح تاخد وظيفه، انك لو حد عمل معاك موقف مهين او كده، انك تكون تقدر تحدد، هو ده الذكاء بقى، انك تقدر تحدد هي البيئه دي فعلا تناسبني ولا لا، انا هعرف اشتغل في البيئه دي ولا لا، البيئه دي توكسيك ولا لا. يعني انك تقدر تحدد بيئه العمل دي مناسبه ليك ولا لا، هو ده الذكاء فعلا، وهو ده النضج. ومش ان انت تعدي الامور وانك تعطي وانك، لان ده هيحملك بعد كده انت مشاكل نفسيا لاجل لا شيء، على فكره لاجل لا شيء والله. يعني احنا كلنا هنموت في الاخر، محدش قاعد فيها. فحابب اقول ان الكرامه مش رفاهيه تتنازل عنها، لا عشان مدير ولا علشان اتش ار ولا علشان عميل قليل الادب. الخضوع والخنوع ده مش ذكاء اجتماعي. الحقيقه ان الذكاء فعلا انك تقدر تحدد بيئه العمل دي زي ما قلنا. يقول لك هو انت لو رايح ضيف عند حد في بيته هتقعد من غير ما هي يقول لك اقعد، بعيدا عن اي حد من داخل بيته بيقعد يقول لك اتفضل 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 اتفضل، بس اقعد على طول من قبل ما انت من وانت على الباب، فاهم؟ يقول لك اتفضل، فطبيعي انت هتدخل تقعد عادي، يعني ده الذوق. ولكن بقى يقول لك ايه، طب ما انت برضه في الانترفيو بتكون ضيف وكده ولازم هو يقول لك اتفضل اقعد وكده، وافرض هو ما قاليش اتفضل اقعد، هفضل واقف؟ وكده بيقيم ايه؟ بيشوف جسمي عامل ازاي يعني، ولا مش فاهم، ولا بيشوف عندي الديسك، ولا ما اكيد ما المفروض ان انا اقعد، المفروض ان انا ادخل اقعد. ده الواحد وهو بيمتحن امتحانات الشفوي بيقعد على طول من دماغه، ما بيستناش الدكتور يقول له اقعد. ما دام في كرسي تمام، ما دام في كرسي يبقى المفروض ان انا اقعد، ده الطبيعي، مش المفروض ان انا اقف، الا لو انا داخل اقضي مصلحه معينه وانا واقف انا نفسي مش عاوز اقعد. لكن الطبيعي والمنطقي ان انا اقعد ما دام في كرسي يعني، وما دام انت مش مشغول وما دام الكرسي مش مشغول، انا ما اقعدش ليه يعني؟ لازم افضل متذنب يعني ولا ده؟ وبعدين بقعد العب مع اللي داخل يعمل انترفيو اقول له قيام جلوس قيام جلوس قيام جلوس، في يا جدعان بجد يعني. مصر بتعمل ايه ازاي وازاي انا اللي مش نساي، ده انتي حته مني وانا حته منك طبق الاصل، وكفايه اني
بلدي وحبيبتي تبقى مصر، ده انتي حتة مني وانا حتة منك طبق الاصل وكفاية ان بلدي وحبيبتي تبقى مصر. يا سلام، صوتي حلو ده. بدل ما اسجل اعتراضي كان المفروض اروح اسجل اغنية والله، بدل ما اوجع دماغي مع العادات والتقاليد والافكار واقعد اسجل اعتراضي على الحاجات اللي مش عجباني في برنامج بسجل اعتراضي. ودي كانت نهاية حلقة برنامج بسجل اعتراضي. بس كده النهارده تكون نهايه الحلقه الثانيه من برنامج بسجل اعتراضي. انا عبد الله وهيدي، وده برنامج اللي بسجل فيه اعتراضي على بعض الافكار والمواضيع والعادات والتقاليد اللي موجوده في مجتمعنا. واهم حاجه ان انا بسجل اعتراضي بادب وبحترم اراء الاخرين، والاحترام وايه كان ايه والاختلاف في الراي لا يفسد للود قضيه والحاجات دي. ولو اول مره تشوفني انزل اعمل سبسكرايب، فعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. عاوزين الفيديو يوصل لاكبر عدد من الكومنتات واللايكات الاثنين. وبس كده، سلام. انا حابب ان انتوا تنزلوا تقولوا ارائكم تحت في الكومنتات علشان احنا ان شاء الله نعمل فيديو نبقى نتكلم فيه ونرد فيه على الكومنتات دي. ولو عندك اي سؤال عني اساله في الكومنتات، ان شاء الله برضه نعمل فيديو نرد فيه عن كل الاسئله اللي عني. انا ليه حاسس ان انا بقيت شخص مهم كده، مع ان لسه يعني مبقتش شخص مهم، بس هبقى. اهم حاجه ما تسيبش حد يحبطك، ما تسيبش حد يحبطك. حاسس ان انا عاوز اقول حاجه عميقه بعد ما تسيبش حد يحبطك دي، بس مش لاقي. بس تمام يعني. الحقيقه ان الاجيال زي جين زي وجين الفا والاجيال اللي هتيجي بعد كده، الحقيقه ان دي اجيال صعب ان انت تضحك عليها في موضوع الشغل ده. صعب ان هم يكونوا يقبلوا ان هم يكونوا في بيئه متسلطه او بيئه توكسيك. عارفين قوي الفرق بين انك تكون متسلط او مدير متسلط او ان انت بتهينهم، والفرق بين النظام الشغل وان في رولز والمفروض ان هم يلتزموا بيها. عارفين قدرات نفسهم، عارفين ان هم بيقدموا لك حاجه مقابل الفلوس اللي انت بتديها لهم دي، وعارفين حقوقهم كويس قوي. والحقيقه ان انت كحد صاحب شركه او كده، انت اللي مضطر تمشي مع افكار الجيل ده، لان هو غصب عنك، هو الايد العامله اللي انت هتعينها بعد كده كلها هتبقى من الاجيال دي.